نسمع I'm a professional makeup artist. النهارده هنتكلم معاكم على حاجه اسمها مفيش لوك. يعني الاقي الممثله او الستار يعني طالعه في برنامج بكل فخر واعتزاز تقول لك انا اصلا حلوه وما بحطش ميك اب. لا بصي، هو انت ستار، يعني انت ليكي رولز في شغلك ده، انت لازم تطلعي حلوه في كل الاوقات، يعني مش بمزاجك او ما بتحبيش الميك اب، دي حاجه بينك وبين نفسك في البيت بقى. لكن انا مستفز جدا من مي عز الدين اللي بتطلع لي في كل البرامج بلا استثناء، ولازم اول ما تقعد كده تقول لك اصل انا اصلا ما بحبش الميك اب، انا ما بحطش ميك اب، انا ليه يعني؟ ما هو الميك اب ده مش حاجه وحشه او حاجه عيب على فكره، يعني هو مش موجود علشان انت تبقي متضايقه ومتأزمه نفسيا انك مش حاطاه. انت طالعه برنامج، طالعه في ناس هتشوفك، في فانز هتشوفك، المفروض ان انت تطلعي باحسن صوره. مي عز الدين بقى لون بشرتها عامل لها ازمه. يعني لما مي عز الدين لون بشرتها بالشعر بقى الاحمر الاسود البني وات ايفر لون شعر اللي بتحطيه، انت بتطلعي عيانه. انا في الاخر بشوف قدامي واحده عيانه، مش واحده لا قمر لدرجه ان هي ما تحطش ميك اب ولا اي حاجه. يعني ممثلات بره زي القمر يعني بيحطوا ميك اب عادي وبيطلعوا في البرامج، مش حاجه عيب اصلا. يسرا اللوزي ماشت بنفس طريقه مي عز الدين، لدرجه ان هي مره انا مش هنسى اليوم ده كانت طالعه في التلفزيون في برنامج كده ولما شعرها كحكه. ليه طيب؟ ليه بتعملي في نفسك كده بجد؟ يعني انت حلوه، انا قلت من الاول بغض النظر عن انك حلوه او وحشه، دي مش مشكلتي ومش شغلتي خالص. انا مشكلتي معاكم ان انتوا ما عندكمش لوك، انتوا ما بتطلعوش. بس الصراحه يسرا اللوزي طلعت في مره وحطت في برنامج ميك اب، ويا ريتها ما حطت، بجد يا ريتها ما حطت. ايه الروج ده؟ ملحوسه، عارفه واحده اكله شوكولاته وملحوسه بقها، هو ده اللي انت عاملاه. يعني مش هو ده ومش هي دي الطريقه خالص اللي تطلعي بيها. لما تقرري تحطي ميك اب ما تطلعيش بكده، مش هي دي خالص. نصيحتي للفانز بقى، مش كل حاجه الممثلات بتعملها بتكون صح ولا بتكون حلوه. بلاش وهم الممثلات اللي في ناس كتير قوي عايشين فيه، وللاسف مي عز الدين ويسرا يعني ممكن يكونوا دمروا بنات بحركه انا حلوه لوحدي ما بحطش ميك اب دي. ومش هي دي خالص الطريقه اللي تطلعي بيها قدام اعلام وقدام الفانس بتاعتك يعني. كويك تيبس بقى، عندي حاجتين. حاجه للفانز، ما تقلديش كل حاجه الستار بتاعتك بتعملها، شغلي انت دماغك واختاري اللي يناسبك انت واللي يمشي معاكي انت. النصيحه بقى الثانيه للممثلات اللي هم ما فيش لوك عندهم خالص، لو عايزه تطلعي ناتشرال في التلفزيون ممكن تطلعي ناتشرال، سهله جدا. فاونديشن، لان انت لازم هتطلعي قدام كاميرا فيو هاف ان انت تحطي فاونديشن. في انواع فاونديشنز خفيفه البشره بتمتصها بسرعه، بلاشر، ماسكرا، ممكن اي لاينر خفيف او كحل، لكن ما تطلعيش مش حاطه حاجه خالص، لان انت برودكت، يعني انت كلك على بعضك. انت سلعه الناس بتقلدها وبتتفرج عليها، وانت مثل اعلى الناس كتير، فدايما حطي ده في دماغك، لان انت الاتيتيود بتاعك ده بيأثر على ناس تانية. دلوقتي بقى هتشوفوا فيديو، ارجوكم ما تعملوش ولا حاجه من اللي موجوده في الفيديو ده. الفكره اللي هي اليونيك بتاعت البرنامج هي اللي خلتني طبعا انا اشترك، يعني الحقيقه ان كله غنى فالتمثيل، في ناس عندها مواهب كتير تمثيل والعرب مليانه مواهب، فقلنا خلاص يعني ما دام هم اخيرا في برنامج بيهتم بالتمثيل فليه لا.